صينية رقاق من الألف للياء، من أول تجهيز الرقاق خالص. وهسيب لكم الفيديو ده في آخر الفيديو خالص. وهنعمل مع بعض صينية الرقاق، وهنسلق مع بعض اللحمة، وهنعمل مع بعض خطوات كتير جدا في الفيديو. بس تابع معايا الفيديو للآخر. لو لسه مشتركتوش اشتركوا. ويلا كده مع بعض. أول حاجة كده هنسلق اللحمة بتاعت اللي هنعمل بها الرقاق. لو هنحمرهم، لو هي تتحمر كده فاحنا مش هنحمرها عشان ما تغمقش معانا الرقاق خالص، بتخليه هو لونه غامق كده. ومش نحط لها توابل كتير، يعني ايه، هنختصر اللي هي تكون ايه، يعني طماطم وممكن كمان نستغنى عن الطماطم، هنخليها بصل وجزر وكده. لو انتي بقى مش هتعمليها للرقاق وهتاخدي شوربه برضو حلوه كده تعملي منها الفته، هتحطي الاول معلقتين من الزيت وعليهم معلقتين من الزبده، وهتنزلي باللحمه كده تشوحيها لغايه ما تاخد لونين كده كويسين، تاخد لون ذهبي من على الجنب ده ولون ذهبي من على الجنب ده. بعد كده هتكوني تنزلي عليها بميه مغليه، وتنزلي بقى بتوابلك اللي هو الملح والفلفل واي بقى وبهارات لحمه. بس ما تكتريش بهارات اللحمه، لان لحمه العيد بتبقى ليها طعم وريحه بتبقى مختلفه غير اي لحمه ممكن تعمليها في حياتك. فحبه صغيره بس عشان تبهري بس اللحمه بس من غير ما تضيعي طعمها. وغليت الميه كده في الكاتل ونزلت عليها مرتين. يا دوبك كده هنشيل اللي على الوش دي كلها مش ريم، دي بقى من الفلفل الاسمر. بعد كده بعد ما حطيت الشوربه على النار تغلي، هنزل بالمفروم. انا بشرت بصله كده بس خشنه شويه، ونزلت بالمفروم. المفروم ده بقى حسب الكميه اللي انت هتعملي صينيتين رقاق زودي، هتعملي يعني حسب الكميه اللي انت عايزاها. وبعد ما اللحمه استوت بالشكل ده، هنزل بقى كده بصينيه تنزلي بيها بحسب الشوربه برضو اللي انت عايزاها. نزلت بالشوربه ومعلقه من الزبده والملح تشوفيه كمان مظبوط. وبعد كده تنزلي بقى باللبن. اللبن بيخليه طعم حلو جدا واختياره. وكمان تقدري تحطي معاهم مع الشوربه واللبن معلقه من البيكنج باودر، بتبقى حلوه جدا وبتنقل الطعم في حته تانية. ده الرقاق ان انا عملته، بس حصل لي بس ظرف كده وما نزلتهوش. بجد والله مش عارفه الفتره دي مش قادره اصور ومش قادره اعمل حاجه في القناه. وبما ان القناه يعني بصراحه نفسي ان هي تعلى ومشاهداتها تعلى شويه، بس مش عارفه نفسيتي حقيقي مش قادره ان انا اصور معاكم. فقلت لا، يعني حاولت بقدر الامكان ان انا لا، قلت لازم اصور معاكم الفيديو ده وانزله. عملته الرقاق بالشكل ده كده. ده الرقاق اللي انا عاملاه، واسيبه لكم زي ما قلت لكم في اول الفيديو. بيبقى حلو جدا وطعمه جميل جدا، غير اللي انت بتجيبيه من بره. اللي بتجيبيه من بره عقبال ما بتحطي عليه الشوربه كده بيتكسر في ايديكي، وما بتعرفيش اصلا تجمعي الصينيه غير فتافيت. لكن ده ما شاء الله متماسك معايا وقوامه كويس جدا وطعمه مش قادره اقول لكم عامل ازاي. لكن انتوا شفتوا في اول الفيديو اللون والشكل والطعم والطبقات كمان، يعني ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. ادي كده معانا بقى المفروم خلص. حطيت ملح وفلفل. انا اي لحمه مش بحط لها بهارات كتير، بحط ملح وفلفل بس. وكمان لما نيجي نحط الملح في الشوربه، لازم أن يكون مجروش، مش ما يكونش ناعم علشان ما يغمقش الشوربه قوي. شايفين ما شاء الله الرقاق متناسقه معايا ازاي. انا عملت 4 تحت، انا عملت 4 طبقات. تمام. انتوا بقى زي ما انتوا عايزين الطبقات بتاعته، بس انا بحب السمك بتاعي يكون متوسط. 4 طبقات من الرقاق تحت. انا كنت حاطه الصينيه كبيره، فكنت وزعت 4 من تحت واربعة، وبعد كده حطيت المفروم ونزلت ايه ب4 من فوق. الصينيه عندي كبيره فبتاخد 4 كده قصاد بعض. فانتي لما تحطيش الطبقات كده فوق بعض، لو عشان ايه، يعني تسويها علشان ما تكونش حته ايه عاليه. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني هاجي من النص كده هلف الصينيه، فهحط واحدة واحدة، فهيبقى النص من اللي هنا كده مليان كتير. فهطبق كده واحدة وهقطع واظبط. ما شاء الله متماسكة معايا، وما تتوردتش وما تقطعتش معايا، وماسكة نفسها لغاية اخر قطعة. بس فبالشكل كده زي ما انتوا شايفين، اخلص الكمية دي بالشكل كده. انا الوقت ده بجد انا بعتذر جدا على الضوء. الوقت ده كانت الكهرباء قطعة. هي الكهرباء بتقطع عندنا في ساعتين. فبجد يعني مش قادره اقول لكم. قلت اقوم احضر كده صينيه الرقاق، فكانت لقيت الوقت عدى مني بسرعه، وكان وقت الكهرباء. بس عقبال ما جهزت بقى وفرمت المفروم وعملت كل ده، انا اللي كنت فرماه في البيت. ما بحبش اجيب مفروم من بره، بحب ان انا اجيب اللحمه كده وانا افرمها بطريقتي. حاجه مضمونه، وفي نفس الوقت بتبقى حاجه انت ضمنها انت ايه، انت فرماها قدام عينك وغسلاها كويس ومنضفاها، وحاطه فيها بقى نسبه الدهون، وحطيت فيها نسبه الدهون اللي انا حباها. يعني بجيب بعد اوقات من بره بتبقى فيها نسبه دهون اعلى. لا، خليت كده حته
من الحته كده اللي هي بتبقى البيضه قوي دي، وفرمتها مع اللحمه فكانت مظبوطه جدا. بعد ما حطيت بقى الطبقات بالشكل ده وزعتها كده، وهرجع احط 4 طبقات تاني وهرصهم بالشكل ده، وهفتح. وقبل بقى ما اظبط كده وهعمل هقولكوا برضو لو فاض منكم من الشوربه، بس انت كده كده هتلاقي الشوربه تقلت تمام، فما تستخدمهاش. هتجيبي كمان كوبايه كده وتحطي عليها نفس المكونات اللي احنا عملناها في الاول، وهتسقي بقى ايه الفطير. وادي كده بقى بالشكل ده. بجد انا بعتذر لكم جدا على التصوير، ما كنتش عارفه اصور حرفيا خالص، يعني كنت بحاول اجيب اكتر مكان في ضوء عشان الحاجه تبان لكم كده بالشكل ده. وبعد كده جبت كوبايه من اللبن وحطيت عليها جبت نص كوبايه من اللبن ونص كوبايه من الشوربه ومعلقه من البيكنج باودر، بس حقيقي انا ما حطيتش بيكنج باودر، فانتي لو حابه تقدري تحطي. وملء. وظبطت الدنيا كده ورحت رشيتها على الجوانب كده وعلى الحروف، ودخلتها الفرن. اخدت اللون بالشكل ده وطلعتها. لكن عندي انا كده حاولت ان انا اصورها لكم في اكتر مكان في ضوء، علشان خاطر الكهرباء عندي كانت يعني قطعه خالص، والشقه عندي بتبقى ايه مفيش ضوء نهائي، فحاولت ان انا اكتر مكان فيه ضوء صورته لكم كده بالشكل ده. وما شاء الله القطعه كويسه جدا ومتماسكه، واللحمه ما بتفرولش، وشكلها بجد يغني اكيد، وشكلها كمان احسن من طعمها، وهي بجد تحفه جدا. شايفين ما شاء الله الطبقات باينه، ولا رقاق معجن وحته واحده ولا حاجه، لا طبقاتها متناسقه كده وجميله ومتماسكه. وهقطعها لكم كمان من النص عشان تشوفوا كمان الفرق اكتر، وتشوفوا كمان الطبقات مورقه ازاي، ولا حطيت بيكنج باودر ولا حطيت اي حاجه. وجربيها بالطريقه دي، وهسيب لك كمان زي ما قلت لك طريقه الرقاق اللي انا بعملها ومعتمداها بقالي كام سنه. بصراحه كده انا ما بشتروش من بره خالص، لان انا بعمله بطريقه كويسه جدا وبتعجبني وطعمه احلى من بره. بطريقة سهلة جدا، وبكيلو من الدقيق بيرمي معاكي كمية حلوة جدا احسن من بره خالص. كده بقى ان شاء الله نكمل بقى مع بعض كده. دي الطريقة بتاعتي في الرقاق. جبت بقى كيلو من الدقيق، هنحط عليه معلقة كبيرة من الملح، معلقتين من السكر. انا حقيقي ما حطيتش سكر، بس لو انتي حابة تحطي سكر انا حطيت بس معلقة من الملح. وتقدري كمان انتي تحطي معلقة كبيرة من النشا على الكيلو دقيق او معلقتين. وتخلي المية، انا نزلت بالمية تدريجيا لاني انا استخدمت معايا كده الدقيق، كنت مغيره نوع الدقيق فايه استخدمت النوع ده بقى، فحطيت الميه كده بالتدريج، نزلت واحده واحده كده بالشكل ده، ولميت العجين معايا. وما شاء الله عجبني جدا نوع الدقيق ده، وان شاء الله هجربه دايما في اي معجنات. هو بيبقى حلو جدا للمعجنات، هو دقيق الكوثر بجد جربوه هيعجبكم جدا. للمعجنات وللفطاير وللبيتزا ولأي حاجة فيها معجنات بجد هيعجبكم جدا. انا كنت بستخدم دقيق تاني بس هو كان حلو برضو، بس مكانش بيديني نفس النتيجة دي في المعجنات. فانا ان شاء الله باذن الله هعتمده على طول. وما شاء الله يعني كان الكيس بره الرقاق مش عارفة كان بحوالي ايه، يعني هو مش مستاهل، يعني حاجة بسيطة، كان ب45 او ب50، وكان فيه 8 رقاقات او 7 رقاقات. انا ما شاء الله بكيلو دقيق عملت فوق 22 رقاقة. وما شاء الله حجمها كويس جدا، وانتوا كمان هتشوفوا الحجم معايا. يعني بعد ما عجنتها كده بالشكل ده، هي ولا بتلزق ولا حاجة، وقوامها ما يكونش متماسك قوي كده زي ما انتوا شايفين، لا قوامها هيكون بتلزق، بس ايه بتلزق على خفيف. وهقطعها بالشكل ده كده وهسيبها ترتاح. وكمان لو انتوا عايزين في فيديو كمان عن طريقة الرقاق انا كنت عاملاه، عملته طريقتين هيعجبوكم، وطريقتين اجمل من بعض بجد، وطريقة حلوة جدا. تفردي بقى الحجم اللي انت عايزاه. انا ما وزنتش خالص، انا خدتهم كده بالشكل كده بالنظر زي ما انتوا شفتوا. ولما لقيتها كده مثلا لو لقيتيها ما بين ايدي كده فيها شقات كتير او كده، لا لميتها كده وعجنتها على ايديا وخليتها كده بالشكل ده. انتي بتخليها يعني قد حبيت البرتقان، تعرفين يعني حجم البرتقان كده، وتسيبيها ترتاح شويه. انا غطيتها بالبوله اللي انا كنت بعجن فيها وسبتها شويه بقى، وقعدت افرد بيها من الشكل ده. اول بقى ما تلاقيها بترتاح كده معاكي وبتشديها وبتتمط كده معاكي كأنك ماسكه البانه او قست كده في ايديكي، بتبقى حلوه جدا وبتتفرد معاكي بكل سهوله. اول واحده كده عملتها معايا بصراحه، يعني عشان الواحد بقاله فتره مش بيعمل، فبتقعد بقى تلزق. فانت حطي رشه دقيق حلوه، بس ما تشربوش دقيق كتير جدا انه ينشف معاكي كده ويبقى يعني شبع من الدقيق، فيبقى انتوا فاهمين قصدي، يبقى مجلد معاكي كده ونشف. لا انا عايزاها كده تبقى مظبوطه معاكي، وتاخديها بالطول وتاخديها بالعرض وهتتفرد معاكي بكل سهوله. لانها لما بترتاح بجد العجينه بتفرد معاكي خالص، هي ولا هتختمر ولا اي حاجه، هي ما فيهاش غير ملح بس وميه ودقيق.
يعني مكوناتها سهله وبسيطه جدا، وكل دقيق ما شاء الله بيرمي معاكي بقى الكميه اللي انت عايزاها خالص. ودي ما شاء الله بعد ما فردت معايا، وبتتفرد معاكي بكل سهوله، ولا بتلزق ولا بتعمل ولا اي حاجه. بس انتوا افردوا اكتر كمان، افردي على قد ما تقدري علشان خاطر يعني دي اول واحده كانت طالعه مني الصغيره. بعد كده تشوفوا ما شاء الله هتملى معانا الصينيه كده، وهتبقى بالشكل ده وبالقوام ده، وهتفرق معاكم جدا، وبجد طعمه اجمل، وحاجه نضيفه كده انت بتعمليها في ايديكي، طعمها جميل جدا. انا عن نفسي بجد يعني قالوا لي احلى من اللي بنجيبه من بره. انا بجد لما بجيبها مسافه ما بحطه في الشوربه بلاقيه بيتكسر في ايديا، ما بقاش عارفه خالص ان انا الم الرقايه كده على بعضها، الرقايه كده على بعضها، وبتتفرول مني. بحاول ان انا اجمعها كده مقطعه. انتوا فاهمين قصدي، واكيد بيحصل معاكم كده. فسبته بقى كده مع بعضه لحد ما خلصت بقى الكمية كده بالشكل ده. بجد تحفة جدا، وجربوه هيعجبكم جدا، وبطريقة سهلة وبسيطة، وتقدري تحطي بقى تعملي فيه زي ما انت عايزة. بس اهم حاجة الفرد الكويس، وكمان تكون انا جبت طاسة كده معايا، ما رضيتش احطه في الفرن ولا حاجه. انا دايما على طول بعمله في الطاسه، بقلب كده اي صينيه المونيا، او لو عندك صينيه كريب اي نوع انت حباه، بقلب الصينيه كده على النار، وبهدي النار خالص لغايه ما افرد. اول ما بفرد بعمل على طول، ما ينفعش تفردي كله وترجعي تطيبي، هتقومي تلاقيه كله لزق في بعضه، وهيبقى بصي هترميه. لا، الاول ما تعملي كده واحده ولا حاجه، تكوني كفيت الصينيه كده، وبعد كده تهدي النار. اول بقى ما تيجي علشان تطيبي هتكون الطاسه سخنت جدا، وخليها المونيا، هتطلع لك الشكل والجمال ده واللون ده كده بالشكل ده اهو. كنت بعمل على طول وبطيب، يعني كنت اروح واجي، وخلصتهم ما شاء الله على طول، واتفرجت معايا بكل سهوله. وبس لو انت كمان ما تخليش النار هاديه قوي ولا عاليه قوي، عشان الصينيه بيتحرقش كده ويطلع لك حرقات كده في قلب الرقاقه. لا، خلي يعني كده النار تكون مظبوطه هاديه، بس ما تخليهاش هاديه قوي عشان الفطيره ما تطلعش معاكي كده كانها نيه. لا يعني تكون معتدله النار، ولو حسيتي ان انت عايزه تفتحي شويه تعلي وبعد كده تهدي، اعملي كده خالص لغايه ما ياخد معاكي اللون والشكل اللي بنجيبه من بره. وزي ما انتوا شايفين بالطريقه دي وبتعمل معايا، ما اخدش بالظبط كله، فاعمله في تحضيره تقريبا نص ساعه او ساعه. هو بس في التحضير والفرد اخد وقت بسيط، بس استنيته بس لما يخمر. فهو كله هياخد معاكي كله في تخميره وبسيبانه وبطيبانه، هتلاقي ياخد معاكي ساعه بس. ودايما على طول كل ما بعمل الكهرباء كانت بتبقى قطعه بس بجد اتعامل معايا بكل سهوله. وكمان استغليت الوقت في الكهرباء فيه كانت قطع، وقفته كده عملته بالشكل ده، وما خدش معايا اي وقت خالص. وقبل ما خلاص ما الكهرباء جت بقى، سبته كده هسويته، وتسيبيه بقى كده على حاجه كويسه كده، تفرشي فوطه او ملايه او حاجه نضيفه وتهويه خالص، وتسيبيه متهوي كده وتصبريه علشان ميبقاش طالع معاكي متني، ويبقى ايه كده مظبوط. وكل واحده كده مفروضه زي ما بنجيبها من بره، ما تكونش متنيه ولا حاجه، عشان هتسيبيه على نفس الطريقه اللي انت هتسيبيه عليه هينشف بالشكل ده. فهويه كده على ملاية او فوطه او اي مكان عندك كده واسع، وحطي كل واحده لوحدها وقلبيها من يعني تاني يوم على طول هتلاقي اصلا نشفت، او في نفس اليوم بالليل هتلاقيه نشف، لان هو بينشف بكل سهوله عشان كمان في معلقه النشا. وسهل جدا، وكمان تقدري تستغني عن معلقه النشا لو مفيش معلقه نشا خالص، وهيطلع معاكي ان شاء الله قوامه حلو وطعمه جميل. وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. وهستنى كده رأيكم في الكومنتات. وصحتين وهنا يا رب على كل اللي اكل منه، وصحتين وهنا على كل اللي هيجربوا، وعيد مبارك كده. وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني، ومع السلامه. هسيبكم بقى كده تكملوا وتشوفوا كده بقى الطريقه بعد الشكل كده خالص. ما شاء الله شكله جميل جدا. انا كان لسه كده طري، انت لو انت عايزه تحتفظي بيه طري شيليه كده على طول، بس اما يهدى شويه.